يتجاهر بسيئاته ويفتخر بيها. أنا كذا فعلت، أنا كذا عملت، يعني يتفاخر بذنوب قبيحة جدا، ذنوب يعني بالوسط الاجتماعي ما مقبولة، عرفيا ما مقبولة، كيف إذا الدين يقبلها؟ فاخر بين أصدقائه، أنا كذا فعلت، أنا كذا عملت. رواية عن الإمام علي عليه السلام قال: مجاهرة الله سبحانه وتعالى بالمعاصي تعجل النقم. هذا الإنسان اللي يتجاهر بالمعصية الله سبحانه وتعالى يعجل عليه النقمة. خاف هو يشوف نفسه يعني بعد كأنما فعل شيء عظيم، كأنما غالب فيها فئات من المجتمع. لا بالعكس، هذه نقمة اللي تتحدث بها وانت تتجاهر. عندك ذنب خليه بينك وبين الله. انت اخطأت، يكون المفروض هذا الخطأ ترجع لله فيه بالندم الشديد وطلب التوبة، مو تتجاهر بفسقك. رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام قال: إياك والمجاهرة، إياك والمجاهرة بالفجور فإنها من أشد المآثم. هذه المجاهرة بالفجور هي من أشد المآثم. فيا أحبائي، الإنسان يكون ينظر ببصيرة، إذا عمل سيئة يرجو الله سبحانه وتعالى المغفرة، ويجعل هذه المعصية وهذا الذنب العظيم بينما بين الله سبحانه وتعالى، حتى الله سبحانه وتعالى يحاسبك عليه حساب يسير وليس عسير، حتى يرديك ويخزيك في الآخرة، وأيضا خزي في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان ويحب حرمة الإنسان، بس مع الأسف الإنسان ما يحفظ حرمته، فاللي يتجاهر بفسوقه ما محترم نفسه، اللي يتجاهر بالفجور هذا ما محترم كيانه. الله سبحانه وتعالى أنطاك هذه الذاتية، هذه النفس، أن تحترمها مو تسيء لها. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم وأن يحسن خاتمتنا بحق محمد وآله.